طريقة تقطيع البصل. هلو فيديو جديد في سلسلة تيبس اند تريكس مع كيو اللي فيها بنتعلم اساسيات المطبخ. النهارده هنتعلم طريقة تقطيع البصل، نطلع منه اي شكل احنا محتاجينه وفي نفس الوقت ما نهدرش منه كتير. يلا بينا. اول حاجة زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، نمسك السكينة بالطريقة السليمة علشان السلاح ما يهربش مني. بعد كده اتاكد ان انا بقطع حاجة ثابتة. اجي بعد كده امسك البصلة، اشيل منها الجزء ده وهسيب الجزء التاني اللي فيه الشعر. بعد كده عشان القشر بتاع البصله هثبت البصله على الجزء المستوي واروح اقسمها نصين. كده معايا نصين بالشكل ده. اجي بعد كده عشان اشيل القشره، الجزء ده هو اللي ماسك البصله ببعض، وبسهوله جدا ابدا اشيل القشره الخارجيه مع اول لاير من البصله. كده اتشال معايا بسهوله جدا وفي نفس الوقت ما قطعتش حاجه في البصله. طب هاجي اقطع البصله ازاي بعد كده؟ هفضل سايب الجزء ده. في كذا طريقه للبصل. لو هقطعه جوليان اخلي البصله بالمنظر ده كده واروح ماسكها بصوابعي زي ما اتعلمنا، وبعد كده اروح مقطع. انا مش بضغط على البصله، انا بقطع كده اهو اهو. ده بيخليني اقطع البصله بالشكل اللي انا عايزه. طول ما الجزء ده موجود هو ماسك البصله كلها، وبالسكينه كده هقطع الشكل اللي انا محتاجه اهو. وفي الاخر خالص اروح شايل الجزء ده يطلع سليم. بعد كده هلاقي البصله بالمنظر اللي انا حابه. دي كده اول طريقه تقطيع البصل اسمها جوليان. الطريقه الثانيه عشان اقطع البصل اقطعه قطع صغيره. هعمل ايه؟ هبدا اول حاجه خالص امسك البصله كده وهاجي بالسكينه من غير ما اوصل لحد الاخر اروح مديلها فتحات بالطول كده. بعد كده اروح مقطعها كده بالسمك اللي انا شايفه مناسب. انا كده قدرت اقطع البصله حبات صغيره خالص، وبالشكل ده عرفت ازاي اقطع البصله من غير ما اهدر منها حاجه. ده كده الجوليان وده كده التقطيعه الصغيره.